ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من ديجو تيوب. خطة 5-2-1-2. الخطة دي من الخطط الجميلة جدا دفاعيا، وفي نفس الوقت بتديك ادفانتج او بتديك ميزة الهجوم باكتر من لاعب مع بعض. خلونا نخش مع بعض كده في فيديو صغير اشرح لكم ازاي تعملوا التاكتكس المناسبة للخطة دي، وفي نفس الوقت الانستراكشنز لكل لاعب عشان تقدر تاخد اكتر فايدة من الخطة هجوميا ودفاعيا خلال الماتش. تعالوا مع بعض نخش بسرعة، ولو اول مرة تشوفني يا معلم ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير الجميل، ويلا بينا نخش على الفيديو. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hating. يلا نقول بسم الله ونخش مع بعض على السكواد ونشوف مع بعض كده الخطة اللي احنا هنشرحها النهاردة، وهي خطة 5-2-1-1. 5-2-1-1 طبعا مالكمش دعوة بالتشكيلة دي علشان انا دول اللعيبة اللي هم untradeable عندي، لكن التريدبل كلهم انا حاططهم في السوق عشان خاطر انتوا فاهمين بقى تور كاس العالم والكلام ده كله، فلازم نبيع كل اللعيبه اللي عندنا عشان عايز اجدد التشكيله بتاعتي. اما الاسعار ترخص شويه. تمام، فنقول بسم الله. ودي الخطه فورميشن 5-2-1-2. تعالوا مع بعض كده نخش نشوف التاكتكس انا بعملها ازاي. الخطه دي اول حاجه فيها لازم في التاكتكس هتعملها بالانسد. الويدز هتخليه 45 والديبث هتخليه 70 علشان تعمل مصيدة تسلل فيها برضو. يعني في نفس الوقت اللعيبه بتاعتك في الدفاع هتبقى متقدمه لقدام وعامله زي الاوفسايد تراب اللي هي مصيدة التسلل، علشان لو اتلعب من وراك اوفر او حاجه يبقى اللعيب بتاعهم متسلل. تمام، نيجي بقى في الايه، في الحته اللي في الشويه اللي تحت دول، اللي هو مش مهم قوي ان انت تعمل الويدث اكتر من 55. هو كويس قوي 55 او 50 لحد 45 كويس جدا. البلايرز انبوكس دايما انا بكترها في الخطه دي، علشان الخطه دي ما فيهاش ار دبليو ولا ال دبليو ولا فيها ال ام ولا ار ام حتى، فما فيهاش اجنحه، فهم اللي عندي بس اللي بيطلعوا الباكات هم اللي بيهاجموا. فانا بحاول ان انا اكتر عدد اللعيبه في الانبوكس في الهجمه علشان خاطر يكفروا عدم وجود الوينجات. تمام، وفي الكورنرز انا بخلي 2 بس عشان انا بحب دايما العب من بره، ما بحبش اللعيبه بتبقى في الانبوكس. وفي الفري كيكس برضو بحب افضي المنطقه جدا وانا جاي اشوط الفري كيك او اعمل جمله. وبخلي البيلد اب بلاي بالانسد، واهم حاجه بقى تخليها دايركت باسنج علشان الباس تطلع على طول دايركت للعيب بتاعك. دايركت باسنج دي من احسن الحاجات اللي انت المفروض تعملها في كل التاكتكس بتاعتك. تمام، نيجي بقى للانستراكشنز او التعليمات اللي بديها لكل لاعب في الفورميشن دي او في الخطه دي. اول حاجه بالنسبه للاثنين سوبر سترايكر، فانا بدي واحد فيهم اللي هو سريع شويه اكتر، بديله جيت بيهايند عشان يجي من تحت لفوق مع الكام. وفي نفس الوقت اللي هو ابطأ شويه وانا بيبقى فينيشر بالنسبه لي بخليه ستي سنترال. اوكي، بالنسبه للكام بخليه ستي فورورد، ما بخلوش يرجع يدافع علشان خاطر يبقى عندي اللي قدام الثلاثه مع بعض بيهاجموا ودايركت على الجون. تمام، بالنسبه للاثنين خط وسط السي امات بتوعي، الاثنين بعمل لهم كفر سنتر. الاثنين بخليهم كفر سنتر وستي باك وايل اتاكينج. الاثنين كفر سنتر وستي باك وايل اتاكينج، سواء السي ام اليمين او الشمال، الاثنين بخليهم كفر سنتر. اهم حاجه ان انت تخليهم يكفروا السنتر، ما يروحوش يكفروا الوينج ويسيب السنترال فاضي، فدي مهمه جدا تخليه كفر سنترال. اوكي، بالنسبه الثلاثه سي بي انا بسيبهم النورمال بتاعهم، ما باجيش جنبيهم خالص، الديفولت بتاعهم هم اوريدي بيبقوا ستي باك وايل اتاكينج. بالنسبه للاثنين الباكات فانا ما عنديش اجنحه، فانا بخلي الاثنين باكات جوين ذا اتاك. الاثنين يعملوا جوين للاتاك، يعني يساعدوا في الهجوم او يشاركوا في الهجوم، فكده هتلاقي الاثنين الباكات بيطلعوا مع الثلاثه اللي قدام، فكده بيبقى في 5 في الهجوم. في نفس الوقت اول ما الهجمه بتيجي عليك كلهم بيرجعوا لورا، وبتلاقي عندك 7 في الدفاع اللي هم الاثنين السي ام لانهم واقفين، والثلاثه السي بي برضو لانهم واقفين ورا، وعندك الاثنين الباكات بيطلعوا يهاجموا ويرجعوا تاني يدافعوا. فانت مهم جدا الاثنين باكات عندك في فريق زي ده او في خطه زي دي يكون الاستامينا بتاعتهم عاليه شويه، علشان خاطر ما يتعبوش بسرعه ويقعوا منك في نص الماتش، لان هما اكتر 2 بيتعبوا في الماتش، بيروحوا ويجوا كتير.
وده كان الفيديو بتاعنا النهارده عن خطه 5-2-1-2. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت تجربوها بالتاكتكس دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب جميل كده، واشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap, and I'm hating